في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. هدى عندها 46 سنة، بتفكر كتير في بكرة، معاش، صحة، مسؤوليات، والخوف دايماً ملاحقها. المشكلة مش في التفكير، المشكلة إن الخوف من غير خطة. لو كنت مكان هدى، أول حاجة هعملها إن أواجه الأرقام. تاني حاجة كنت هشتغل على المتاح دلوقتي مش المثالي. تالت حاجة هاخد خطوة واحدة تحسن الوضع حتى لو بسيطة. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس المستقبل مش بنطمن له بالتجاهل. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.